الجنيه المصري يستقر في البنك المركزي المصري ليصل إلى 47 جنيه و46 قرش للشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم، أهلا بكم. النهاردة معنا تحديث جديد لسعر الدولار في مصر، خصوصا بعد التراجع البسيط اللي حصل الأسبوع اللي فات، وهنشوف هل الدولار ثابت ولا في تغيرات جديدة وأسعاره وصلت لكام في البنوك المختلفة. خليكم معنا، يلا بينا نبدأ. أسعار كالآتي: سجل الدولار في البنك المركزي المصري شراء 47 جنيه و46 قرش، بيع 47 جنيه و60 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه و49 قرش للشراء، 47 جنيه و59 قرش للبيع. سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي شراء 47 جنيه و60 قرش، بيع 47 جنيه و70 قرش. بينما سجل الدولار في بنك قناة السويس 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و60 قرش للبيع. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار والعملات أول بأول، يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ألقاكم في أمان الله. سلام.